مساء الخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض لليونت 9 lessons 5 و6 و7. بفكركم في بداية الفيديو دي قناتنا على اليوتيوب، لو لسه مشتركتش معانا اعمل سبسكرايب، هتلاقي زرار السبسكرايب تحت الفيديو. اشترك معانا في جروبنا على التليجرام وجروبنا على الواتساب، هتلاقي اللينكس بتوعهم موجودين في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نبدأ. كنا اخدنا في الليسن اللي فات التايمز بتاع الفراكشنز، يعني لو عندي فراكشن وفراكشن وعايز اعملهم تايمز، واخدنا لهم اكتر من طريقه. هنكمل النهارده مع بعض لو انا عندي ميكسد تايمز مع بروبر فراكشن، يعني مثلا هنا 2 1 اوفر 4 تايمز مع 2 اوفر 3. هنشوف ايه الطريقه او الطرق اللي تنفع معاها. اول طريقه عندنا هي الاريا موديل، هي عباره عن رسومات برضو، يعني الاريا موديل دايما بتبقى رسومات زي ما قلنا. ال2 هنعملها ازاي؟ ادي 2 هنا 1 وهنا 1، يبقى 2 1 اوفر 4، يعني بنرسم ريكتانجل عادي وبنعمله ديفايدد على، بنقسمه 4 ايكوال بارت زي ما احنا شايفين، 4 ايكوال بارت وبنقسمه كام، وبنلون 1 اوفر 4 بس منه. تمام، ده بالنسبه لل 2 1 اوفر 4. يعني بنعمل ال 2 1 اوفر 4 بنعملها هوريزونتال كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعد كده ال 2 اوفر 3 بنعملها بالشكل الفيرتيكال اللي هو ده. 2 over 3 معناها ان احنا بنقسم الشكل اللي قدامنا كله على 3 equal part وبنلون منه 2. تمام زي ما احنا شايفين كده. تمام، هو ده الاريا موديل. النتيجه بتكون عباره عن ان انا بشوف كل اللي اتعملوا، كل اللي اتعمل لهم شيب في الاثنين مع بعض، يعني في الناحيه لما اتعملنا هوريزونتال لما عملنا فيرتيكال. تمام، يعني هنلاقي ان هو الجزء ده هو اللي هنعده، ده هو الجزء ده كده. تمام، يعني مثلا هنا هتبقى النتيجه 1 over 3 1 over 3 1 over 3 1 over 3 اللي هم الأربعة اللي قدامنا في الأول دول، 1 over 12 وال 1 over 12 دول اللي هم أخرانيين. تمام، لما نعملهم بلس هنا عندي 4 عبارة عن 4 في ال 1 over 3 أهم، و 2 من ال 1 over 12 يبقى 2 over 12. تمام، لما نعملهم بلس مع بعض بنعمل زي ما خدنا في اليونتس اللي فاتت، بنعملهم هما الاتنين على ال LCM اللي هو 12. تمام، فال 3 هنا عشان تبقى 12 بتبقى تعمل تايمز 4، وال 4 بتعمل تايمز 4 برضه تبقى 16. وهنا برضو ال 12 طبعا الجزء ده هينزل زي ما هو مفيش مشكلة، يبقى 2 over 12 كده. يبقى كام؟ 18 over 12. ال 18 over 12 مش بنسيبها كده، بنعملها divided، هنلاقي ان هما الاتنين موجودين في تيبل 6، يبقى نعمل divide على 6. هنا يبقى كام؟ 3 over 2. وال 3 over 2 برضو بنحولها لميكسد فتبقى 1 1 over 2. طيب تعال نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية عندنا اللي هي distributive property. distributive property اللي احنا بنوزع فيها، يعني هناخد ال2 لوحدها، يعني مثلا بص هنا كده ال2 1 over 4، هناخد ال2 لوحدها تايمز مع 2 over 3، وال1 over 4 لوحدها تايمز مع 2 over 3 برضو. يعني ازاي؟ بص كده هنا هنقسم ال2 1 over 4 اهي، هنقسمها تبقى 2 1 over 4، وبنعمل بعد كده بناخد ال2 مع ال2 over 3 لوحدهم اهو هنا، وال1 over 4 تايمز مع ال2 over 3 لوحدهم. طيب بعد كده بناخد الاتنين دول مع بعض اللي هما ال2 تايمز 2 over 3، دي بتيكوال 4 over 3. وبعد كده ال 1 over 4 تايمز 2 over 3، دي بتيكوال، هناخد ال 1 تايمز 2 مع بعض يبقى 2، وال 4 تايمز 3 ايكوال 12، يبقى 4 over 3 بلس 2 over 12. بعد كده بنحلها زي ما حليناها في اليونتس اللي فاتت، اخدنا البلس قبل كده. هنا برضو ال 3 وال 12 هما الاثنين، ال 2 وال 12 موجودين في تيبل 2، نعملهم دايفيد على 2 يبقى 1 over 6. هنا ال 3 وال 6 اللي هما الدينومينيتورز، هما الاثنين نقدر نعمل لهم LCM اللي هو 6، يبقى هنا ال 4 وال 3 هنعملهم تايمز 2 هما الاثنين عشان نوصل لل 6، يبقى ال 4 over 3 هتبقى 8 over 6. وبعد كده ال 1 over 6 هتنزل زي ما هي، يبقى لما نعملهم بالوسط مع بعض يبقى دي 9 over 6. وهنا برضو ال 9 over 6 دي هنلاقي ان 9 و 6 هما الاثنين موجودين في تيبل 3، يبقى دايفايدد على ال 3 فوق وتحت يديني 3 over 2. وبعد كده ال 3 over 2 بتيكوال ال 1 1 over 2. وهنلاحظ انها نفس النتيجة بتاعت مين؟
بتاعت فوق بتاعت ال1 و1 over 2. اخر طريقه عندنا اللي هي using الامبروبر fractions، يعني هستخدم الامبروبر fractions، ودي بتكون الطريقه يعني الاكثر شيوعا والاسهل بكتير. يعني مثلا لو عندي ال2 1 over 3 دول، ال2 1 over 4 دول هنعمل لهم ايه؟ هنخليها دي ميكسد، هنخليها امبروبر بس كده. طيب دي عشان نخليها امبروبر بناخد ال2 تايمز ال4، ال2 هنا تايمز مع ال4 يديني 8 بلس ال1 يبقى 9 over كام؟ 9 over 4 تايمز مع 2 over 3. طب نبص هنا كده، لو 9 over 4 تايمز ال 2 over 3 هنلاقي ان هنا ال 9 وال 3 هما الاتنين موجودين في تيبل 3، يبقى نعمل دايفايد على ال 3. هنا ال 3 تبقى فيها ال 1، وهنا لو عملنا 9 دايفايد على ال 3 ايكوال 3. بالنسبة لل 4 وال 2 هما الاتنين موجودين برضو، ال 4 هنا وال 2، ال 4 دي ال 4 وال 2 هما الاتنين موجودين في تيبل 2، يبقى نعمل دايفايد على ال 2، تبقى هنا دايفايد على 2 ايكوال 1، وهنا دايفايد على 2 ايكوال 2. تمام. بعد كده بناخد النيوميريتورز تايمز في بعضهم والدينومينيتورز تايمز في بعضهم. طيب هنا هنلاقي هنا 1 تايمز 3 يبقى بيكوال 3، وهنا 2 تايمز 1 ايكوال 2، يبقى النتيجة بتاعتنا هي 3 اوفر 2 اهي، وال 3 اوفر 2 برضو بتيكوال 1 و 1 اوفر 2، ودي هنلاقي انها نفس النتيجة زي ما قلنا. الطريقة دي طبعا هي الاسهل ويعني والمحبذة في اغلب المسائل بتاعتنا، وهي دي الطريقة اللي احنا هنحل بيها ان شاء الله بعد كده. هنا بقى مديني ميكسد تايمز ميكسد. طيب الميكسد تايمز ميكسد، تعال نشوف الطريقة الأخيرة عندي اللي هي الامبروبر فراكشن. الامبروبر فراكشن إن أنا بحول الميكسد لامبروبر في الاتنين. يعني بص هنا كده، هنا ال 2 1 over 2 هنعملها ميكسد، هنعملها امبروبر، وبرضو ال 1 و 3 over 5 هنعملها امبروبر. طيب هنا ال 2 1 over 2 لما نعملها 2 times 2 equal 4 plus 1 equal 5 over 2 تايمز مع ال 1 times 5 equal 5 plus 3 equal 8 over 5. لما نعملهم بقى تايمز في بعض هنلاقي ان ال 8 وال 2 هما الاتنين موجودين في تيبل 2، بنعمل دايفايد على 2 هنا وهنا وهنا، يبقى 2 دايفايد على 2 equal 1 وال 8 دايفايد على 2 equal 4. بعد كده ال 5 وال 5 دول هيروحوا مع بعض، يبقى ده النتيجة عندي هي كام؟ هي 4 over 1 وال 8 equal 4. لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. يلا باي باي.